ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يلا بينا نشوف احلى جوانح فراخ في الدنيا. لذيذة وطعمة جدا جدا جدا. حطي عليها كاتشب بقى، حطي عليها مايونيز، ما تحطيش حاجة خالص، هي طعمة في كل الاحوال. طعمة طعمة يعني. إيه. تبلتها وحطيتها على صاج ودخلتها الفرن بس. والله ما في اسهل من كده. انا طبعا جبت الجوانح دي غسلتها كويس. شلت الحته الرفيعه اللي هي اسمها الضوفر اللي بتبقى في الاول دي ملهاش لازمه في الاكل. حطيت هنا البهارات بتاعتي كامله، وحطيت خل، وحطيت صويا صوص وكل بهاراتي تمام. قلبتها كلها في قلب بعضها وركنتها في التلاجة يوم بحاله. ما كنتش حابه اعملها في الوقت ده او كان عندي اكل فركنتها يوم بحاله، وبصراحه طلعت النتيجه ممتازه بسبب ان انا ركنتها يوم بحاله كده. يعني طلعت احلى اما اسيبها ساعة او اتنين بس. جبت الصاج بتاعي هنا. ابتديت ارص الجوانح بتاعتي. طبعا انا قاسمه كل جناح اتنين عشان ياخد راحته في السوا ويديني التحميرة الجميلة اللي شفناها في اول الفيديو. هبتدي ارص الجوانح بتاعتي كلها كده جنب بعضها وادخلها الفرن. ما عملتش حاجة غير كده والله. اكلة جميلة قوي قوي وسهلة وما تعبتنيش في شيء خالص. بصي. وزودت شويه يعني ميه صغيرين، ربع كوبايه كده فوق الصوص بتاعها اللي هي منزلاه يعني، او اللي كان موجود فيها، عشان بس اتاكد ان السوا بتاعها تمام. بس خلاص. السنه كانت سخنه جدا مش عارفه اقطعها، بس بصراحه جميله جميله. بصي اللحمه بتاعها كلها استوى وما خدتش في الفرن غير يا دوب ربع ساعه، مش اكتر من كده. على الرف الاوسط حطيتها ربع ساعه وطلعتها، لقيتها مستويه بقت زي الفل كده. انا ما حبيتش اتك عليها في السوا اكتر من كده، او يعني احمرها اكتر من كده، لان بصراحه لقيتها كده جميله واستوت وراحت دايبه يعني. فيديو سريع كده، ورب يكون الجوانح دي بالطريقه دي عجبتكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك. اشوفكم على خير. باي باي.